كيفكن حبايبي؟ رجعت لكم فيديو جديد واكله جديده. اليوم بدي اعمل لحمه بالصينيه. تمام. فمعي تقريبا كيلو شوي، المهم اكتر من كيلو لحمه. هلا حطيتهم عندي بالزبديه. عندي هون 4 بصلات او 5 مبشورين. شايفين كيف مبشورين على مبشره. طبعا وهي عندي البهارات، وهي عندي شرايح البندورة للزينة. تمام. هلا طلعت على اللحمة من الفريزر، فهيك شوي متجمدة، شي بسيط. شايفين؟ بتمنى تعجبكم هي الوصفة وتجربوها. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات ليصلكم إشعار بكل فيديو جديد أنا بنزله. وأهم شي تفرجوني التفاعل على الفيديو. هلا بدي انزل بالبصلات على اللحمة. هلا نجي للبهارات. عندي معلقة ونص ملح، معلقة بهار مشكل، نص معلقة فلفل صغيرة، معلقة فليفلة جافة كمان الحد تبعها ما فيها حد حلوة، ومعلقة ونص كزبرة يابسة. وهلا بدنا نخلط كل هالمكونات مع بعضها. طبعا اللحمة بالصينية ما بدها كتير بهار عشان ما نروح طعمتها. بتمنى عن جد تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. بدي يصل هذا الفيديو لأكبر عدد من المشاهدات واللايكات والتعليقات مشان تمام ننزل بشكل متواصل. تمام. هلا رح نتم عجنة للمكونات تتجانس مع اللحمة. شايفين كيف؟ وبتمنى الفرج على أهلنا بفلسطين. طبعا كل ما عم نحسن، يعني نحن ما عم نحسن غير انه ندعي لهم، لانه وين ما عم تنشروا على اي موقع من مواقع التواصل عم يحظروا، في صفحات عم توقف طبعا. ولا تنسوا انه نحن بمقاطعة. اهم شي لا تنسوا انه نحن مقاطعين، مقاطعة وحدة من كل شخص كفيلة لانه العالم كلها تقاطع. يوم حتشوف الناس انا وانت مقاطعين فرح يقاطعوا. طبعا في ناس كتير ولا كأنه الموضوع بيعني لها ولا مقاطعة ولا شي. فالله يحمي اهلنا بغزة وينصرهم يا رب ويحميهم يا رب العالمين. هلا هيك رح نعتمد عكا. رح ادعكها مزبوط كمان شوي وبرجع لكم بس مشان اطالة الفيديو. يلا بشوفكم. رجعت لكم حبايبي بعد ما دعكناها منيح فركناها. تمام. هلا بدنا نجيب الصينية اللي بدنا نفرك فيها اللحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. بدنا نمدها الصينية. طبعا اهم شي بكل فيديو صوت بنتي. بعرف ما بتفهموا بالفيديو بدنا نسمع صوتها. طبعا وخلوها كلها بنفس المسافة، كلها بنفس الحجم، يعني انتو بتعرفوا كم توزعوها. عشان كلها تستوي روح وحدة.
شو يا ماما؟ على نص الأرجيلات اللي قدامك. هلا بس رح نقيم اللحمة اللي علقانة بالكيف. طبعا انتو شلون بتحبوا تعملوها، هي شغلة شخصية بقى بترجع. ولا نشرح الكيف. شو بدنا نصب شرايح البندورة. هيك رح نوزع الشرايح البندورة عليها. هيك صارت صينية اللحمة جاهزة معنا. هلا ايمت بشوفكم مرحلة الشوي، بس هلا بدي احطها شوي بالبراد وريحها شوي وبعدين نحطها بالفرن نفرجيكم. يلا سلام. هيدي قشرت بطاطا بدي اقلي صحن مع اللحمة بالصينية. طبعا اهم شي فتوش. فيلا الفرن وحط صينية لحمة فيه. طبعا الحرارة عندي تبعي الفرن ما له عيار حرارة، عرفتوا؟ فانه كل وحدة وفرنة. يلا بشوفكم. هي فايتة على الفرن. وهيك حبايبي صارت الأكلة جاهزة معنا، طلعت من الفرن. طبعا هي الفتوش وهي البطاطا المقلية وهي الخبز المقلي أهم شي مع الفتوش. بتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. حطولي لايك للفيديو. وبس. ما تشوفكم بالفيديو القادم ان شاء الله. بس رح فرجيكم وقت بدي اقطع وما رح انساكم من هي اللقطة. خلصنا، خلينا نعرف نصور. وهي عصرة ليمون وهي رح ندوقهم. بسم الله الرحمن الرحيم. جد كتير طيبة، جربوها اعطوني رأيكم فيها. يلا بشوفكم فيديو جاي. سلام.